طبيعي ان انت تصاحبي بنتك وتتكلمي معاها، طبيعي ان انت تنصحيها وطول الوقت تحاولي ان انت تكوني قريبة منها، بس اللي مش طبيعي ان انت تأذيها بالنصايح اللي بتديها لها. طبعا هيجي في دماغك هو انا هأذي بنتي؟ انت ممكن تأذيها من غير ما انت واخدة بالك، وهقولك ازاي. تأذي بنتك بالنصيحة لما تقعدي تحكي لها على طول على الحاجات الوحشة في ابوها. ده ابوكي بيعمل ويسوي فيا، ابوكي مش بيعاملني حلو، ابوكي بخيل، ابوكي مش انتي بتشكلها، وفي نفس الوقت بتحذريها ان هي تاخد بالها من اي حد تتعامل معاه لا يطلع زي ابوها. انتي في الحالة دي بتعملي حاجتين. اول حاجة بتضر بنتك وبتقللي شكل ابوها في عينيها. خلينا متفقين ان لو ابوها ده شيطان من تحت الارض، في الاول وفي الاخر ابوها، فما ينفعش صورته تتهز قدامها. وخصوصا ان البنت لما صورة ابوها بتتهز في عينيها، ده بيكون ليه تأثير سلبي على نفسيتها اكتر من اي حد تاني. والحاجة التانية بتعقديها وبتربي جواها كلاكيع وعقد من ناحية اي حد هي ممكن تتعامل معاه. ولما بتتجوز بتقرر ان هي تطبق الحاجات اللي انتي علمتها لها، وتاخد حقك من اللي ابوها عمله فيكي من جوزها اللي ملوش ذنب في اي حاجة غير ان هو اختارها واتجوزها. فبالتالي بتخربي عليها بيتها، بتطلعي واحدة معقدة ومليانة عقد من ناحية الرجالة ومن ناحية اي حد تتعامل معاه، بتهزي صورة ابوها في عينيها، وبتخلي قدوتها في الحياة حد سيء. فيا ريت اي مشكلة بينك وبين باباها خليها بينكوا انتوا، ما تحاوليش تشاركي بنتك في اي حاجة وتشوهي صورة باباها في عينيها.